السلام عليكم. من بعد ما شفنا l'introduction à la gestion de stock, في هاد لا فيديو غادي نشوفو des méthodes et les techniques de gestion de stock. كيف ما فهمنا من قبل بان الا درنا une gestion de stock متقونه فهي كتعاوننا اننا نقصو من المصاريف ونتجنبو لي غيبتور دو ستوك ونضمنو التوفر ديال السلع. فباش نوصلوا لهذا الهدف خصنا نتقنوا هاد لي ميثود اي لي تكنيك. في هذا الفيديو غادي نقسموا هاد لي ميثود و لي تكنيك على 3 ديال التصنيفات. اولا الكلاسمون، ثانيا فالوريزاسيون، ثالثا ابروفيزيونمون. اولا الكلاسمون اللي هي التقسيم او التصنيف ديال السلع. هاد الميثود كتعاوننا اننا نقوموا بتقسيم السلع اللي كاينه داخل المغازان ديالنا باش نعرفوا القيمه ديال كل صنف. هادشي اللي كيخلينا نتعاملوا مع كل صنف بطريقه اللي تناسبه. مثال، الطريقه باش كنتعاملوا مع الذهب ماشي هي الطريقه باش كنتعاملوا مع الحديد. هادشي مبني على القيمه الماديه ديال كل ماده، حيث الذهب غالي كنتعاملوا معاه بواحد الحذر وواحد الانتباه كبير، بما ان الحديد رخيص وكثير ما كنعطيوهش داك الانتباه الكامل. ثانيا الفالوريزاسيون هي التكنيك دو جيستيون دو ستوك اللي كتعاوننا اننا نحترموا الترتيب باش شرينا السلع باش ما نضيعوش في القيمه ديالهم. مثلا الا شرينا شي سلعه كتضيع فهذا كيعني خاصنا ما نخليوهاش تقدام باش ما تضيعش، باش ما نفقدوش القيمه ديالها وما تخسرش عندنا ونضيعوا في القيمه الماديه ديالها. اولا كنبيعوا موديلات ديال الحوايج فخاصنا دائما نجيبوا الجديد باش نبيعوا ونربحوا. يعني الا شرينا شي سلعه ما خصهاش تقدام عندنا حتى هي، حيت دائما كيخصنا اننا نبيعوها هي الاولانيه حيت هي اللي كتكون على مود. في حين ان المثال اللي قبل منه فاننا كنهضروا على السلع بحال دابا مثلا اللي كيكون كيتبدل الثمن ديالها في السوق. فاذا شرينا مثلا واحد السلعه بواحد الثمن اللي هو رخيص فكيخصنا نستغلوا داك السلعه نبيعوها ما حتى مازال رخيصه حيت غنربحوا فيها بزاف، باش ملي نشريو مره واحده اخرى الا شرينا بثمن طالع عليها فما غاديش نضيعوا. ثاني تكنيك او لا ميثود اللي هي لابروفيزيونمون اللي كتعني التوريد. هي لا ميثود اللي كنعمروا بها ستوك، يعني الطريقه باش كنحسبوا شحال ستوك اللي محتاجين والكونتيتي اللي غادي نجيبوها والكونتيتي اللي غنشريوها وشحال خاصو يبقى عندنا، وبزاف ديال المعلومات مرتبطه بالاستيراد اولا بالتوريد ديال المغازان ديالنا اولا ستوك ديالنا. والفيديوهات اللي ماجيين غادي نتطرقوا لكل ميثود فيهم بشكل مفصل وواضح باش نفهموا مزيان هاد الموضوع ديال الجيستيون ستوك.